الرئيس الأخرق، هكذا وصفت صحيفة الاسطنبول الإيطالية عبد الفتاح السيسي أثناء لقائه بباب الفاتيكان. وصف يليق برئيس يبيع كل شيء أمامه، حتى إذا لم يجد ما يبيع يعرض نفسه في مزاد علنا، الأمر الذي سخرت منه قناة أمريكية بعرضها صورة السيسي في إعلان للبيع. الأخرق هو نعت الرئيس الذي تجاهلت رئيسة وزراء بريطانيا اتصالاته 3 أسابيع متتالية حتى أذنت له بتهنئتها هاتفيا، وهو الذي تجاهل ماثيو إرينزي رئيس وزراء إيطاليا كلمته فتركه يتحدث وحده دون أدنى حد من الاهتمام، حتى أنه لم يستخدم سماعات الترجمة واكتفى بالنظر إلى هاتفه وسقف القاعة من خلفه. السيسي الأخرق هو الرئيس الذي لا يكتفي من المهانة مرة تلو الأخرى، ويستمر في إذلال نفسه وبلده في كل بقاع الدنيا، مطأطئا رأسه أمام زعماء وقادة العالم الذين يرفضون لقاءه ويشعرون بالحرج من قربه، تماما كالأجرب الذي يتجنبه كل الأصحاء، بدءا بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي رفضت استقباله في المطار، وبرئيس البرلمان الألماني الذي رفض استقباله تحت قبة البرلمان، مرورا بفرانسوا هولاند الذي رحب بكل زعماء العالم واستقبلهم في قمة المناخ، ثم اختفى فجأة عند وصول السيسي، وصولا للإهانة الأخيرة التي رصدتها كل كاميرات العالم على الملأ، وهي إهانة أوباما للسيسي وتجاهله التام له، وحتى تهربه منه وعدم الرغبة في مصافحته. والسيسي مصر على التكلف والتصنع والإذلال لنيل شرف مصافحة أوباما، والتي لحقتها نظرة ازدراء غريبة من رئيس وزراء الهند الذي رصدت الكاميرا اتصاله بإحدى المسؤولات لتتدخل وتحول بينه وبين السيسي حتى لا يتواصل معه ولا يسلم عليه. كل ما سلف لا يكفي لنعت السيسي بالأخرق، فالأخرق هو أيضا الرئيس الذي يتعرض للمهانة في كل زياراته الدولية، فلا يجد أحدا لاستقباله في المطارات، وهو يجوب العالم بحثا عن الشرعية رفقة حفنة من مطبليه، فيستقبل نفسه بنفسه عبر سفرائه كما حدث معه في رواندا مثلا، أو يجد مهانة في انتظاره في صورة فرقة للرقص الشعبي كما في إثيوبيا. إهانات بالجملة من السند إلى الهند تطال الرئيس الأخرق على حد وصف الاسطنبول الإيطالية، ولكن يبدو أن السيسي قد شب على ردود الأفعال هذه، فلا يجد حرجا مما يلاقيه في كل زياراته لتستمر سقطاته المهينة أمام أعين العالم، والتي لا تطال فقط شخصه بل تطال أيضا مصر وشعبها باعتباره أمام العالم ممثلا ورئيسا لمصر، رغم يقينهم التام بأنه افتك هذه السلطة بالرصاص والدبابات، وأن شرعيته جاءت على حساب آلاف الشهداء من الشعب المصري وبمساعدات علنية وغير علنية منهم مباشرة.